السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عناويننا النهاردة: دعوة لبيب لكابتن محمود الخطيب، وتخاريف مارسيل كولر، وأوامر الخطيب في موضوع أحمد عبد القادر. صلوا بينا على النبي وما تنسوناش في اللايك، واللي ما اشتركش يشترك. ونبتدي بكلام كولر امبارح في المؤتمر الصحفي بعد المباراة. طبعا احنا امبارح خرجنا من عنق الزجاجة، يعني ربنا كده سترها معانا. مارسيل كولر قال لك ان في غياب تركيز واهدار للفرص. الكلام ده يتقال على القهوة، احنا نقوله لبعضينا، لانك انت المفروض انك انت الجهاز الفني بتاعك، وانت جبت ناس مسؤولة وزودت ناس من عندك برضو من سويسرا تاني عشان الكلام دوت وعشان تعدل الكلام ده. احنا كل مباراة بنقول اهدار الفرص. حله بقى عند مين؟ احنا اللي نحله ولا حضرتك اللي تحله؟ المفروض ان يبقى في ناس متخصصة في تدريب المهاجمين قدام الجون، ولا احنا اللي ندربهم؟ امبارح كل الدنيا شاطت من جوه ومن بره ال 18. كل الكور هم المطلوب منهم ان هم ما يجيبوش الجون، يحاولوا يشوطوا حوالين الجون، يعني يبقى بيرسي تاو بينه وبين الجون 6 متر ويلعبها في السماء. قفشه من بره في السماء، من جوه في السماء، من هنا في كهرباء نفس الموضوع. ايه المفروض مين اللي يدربهم على الكلام ده؟ ثانيا قال لك ان محمد هاني هو المسؤول عن الهدف. احنا نقول الكلام ده، احنا نقول ان محمد هاني امبارح هو السبب في الهدف ده، وان هو كان قدامه فرصة ان هو يخلص من الكرة من بدري. لكن حضرتك المفروض انك انت تحمي اللاعب بتاعك، ولا في حاجة جديدة؟ انت اول مرة ترمي المسؤولية على لاعب. المفروض كسبنا كلنا، كسبنا خسرنا كلنا مسؤولين. اول مرة تقول محمد هاني. ليه تشيله هو الخسارة؟ والناس ده بص اللي كان من كل الفريق، من قفشه ومن مروان ومن رامي ربيعة ومن محمد هاني، واللخبطه اللي كانت بين محمد عبد المنعم والشناوي. الكلام ده كله ما يتسببش في هزيمه. وبعدين بتقول ان موديست ما لعبش غير تمرينه واحده، بتنزله ليه؟ طب ما صلاح محسن الماتش اللي فات نزل عمل شغل وضيع له بتاع جونين 3 في ال10 دقايق اللي لعبهم. انت واخد صلاح محسن ايه يعني مثلا؟ ده الكماله اللي بعد الكشري. ما هو انت لما موديست ما لعبش غير تمرينه وانت بتعترف بكده، حطيته ليه في القايمه؟ ده هو النسيبه السوداء في المباراه دي البطء الشديد. يعني احنا جبنا الهدف من لعبه سريعه الوحيده اللي اتعملت في المباراه. تيجي انت تروح جايب لي واحد هو اساسا بطيء. يعني انت منزل لي واحد بعد كمان ما كهربا ما طلب التغيير. مفيش تغيير عندك 5 تغييرات المفروض يتموا، ما تغيرش غير تغييره واحده لما يطلب كهربا ان هو يخرج. ما نزلتش ليه كوكا اللي هو المجيد مكان مروان عطيه؟ ما نزلتش ليه رضا سليم اللي هو جايب لك اول هدف الماتش اللي فات ومش مجهد؟ ده ما بيلعبش. ما نزلتوش ليه مكان الشحات؟ ولو انت مصمم على الشحات ما طلعتش ليه بيرسي تاو اللي ما عملش حاجه وحطيت الشحات هنا وحطيت رضا سليم هنا؟ ليه؟ انت شايف ان هاني بيلعب مسبص وكل واحد من عند هاني بيعدي ويرفع الاوفر. ما نزلتش خالد عبد الفتاح ليه؟ امال ايه بقى بقيه الفريق جاهز واللاعيبه جاهزه ومش عارف ايه؟ ما تغيرش غير تغييره واحده. انت عاجبك الشغل اللي في الملعب ده؟ انت مش شايف اللخبطه دي؟ وبعدين تقول انا ما حبيتش اغير عشان اللي هيخش لسه هياخد وقت عقبال ما يندمج، وكنت عايز احافظ على رتم المباراه. ده كلام اسمه كلام تخاريف. يبقى مفيش حد يغير بقى. بدل التغيير بيبوظ رتم المباراه يبقى مفيش حد يغير. وبعدين اذا كان رتم المباراه بقى كان عاجبك دي حاجه تانية، انت كنت شايف الكلام ده مظبوط ورتم المباراه انت عايز تحافظ عليه زي ما هو كده، يبقى خلاص. ما هو ده اللي كان باين، ان حتى بعد ما جبنا الهدف بسرعه لما من لعبه من حركه وجبنا الهدف، بصينا لقينا اللاعبين رجعوا تاني بيحتفلوا بقى خلاص على الواقف، بيضيعوا وقت. الاهلي بيضيع وقت، متعادل وبيضيع وقت. متعادل مع سيمبا 3-3 في المباراتين، انت تأهلت وما فزتش. هناك 2-2 وهنا 1-1. وصن داونز امبارح لعب المباراة كلها
ناقص دقيقتين، يعني لعب اكتر من 90 دقيقة وهو 10 لاعبين ومحدش كان حاسس ان هو ناقص. هنروح نعمل معاه ايه؟ هناخد حاجة نشيل فيها؟ ما هو تبقى مصيبة سودا بقى ورحنا شلنا 5 ولا 6 تاني. امبارح صن داونز من اول قبل الدقيقة التانية ما تخلص، قبل الدقيقة التانية ما تخلص كان مطرود منه لاعب، وطول المباراة محدش عارف يعمل معاه حاجة، ولا تحس ان هو ناقص اي حد، تحس ان لاعيبته هم اللي زيادة مش ناقصين. هنروح نعمل معاه ايه هناك؟ اول مرة تكون تصريحات مارسيل كولر ضد لاعبيه، واذا كان في حاجة انت عينك مزغلله العقد تاني بتاع، يبقى الخروج بصورة مشرفة عن كده. لكن انك انت تقعد تخرف في الاخر وتقول كلام مش مقنع. يعني ايه موديست اتمرن تمرينة واحدة يا جماعة وينزله في القايمة؟ ليه؟ بتاع ايه؟ طب امام جاي تقول ان امام انا مش مقتنع ان هو سليم 100%، يعني ايه؟ هو انت الدكتور؟ والدكتور منزله ليه؟ يعني هي الكدمة اللي في القصبة ديت اللي هي خربوش، هو كان عنده الباص صليبي؟ ايه الكدمة ده ممكن يلعب بيها، ده لو في كدمة لسه موجودة هيلعب بيها عادي الشنكار وخلاص. هو في ايه؟ هو عامل قلب مفتوح؟ ايه مش حاسس ان هو امبارح كل الفريق بيشوطوا شوط هبل في السماء بيصطادوا عصافير، وانت احسن واحد عندك بيشوط مقعده بره من المباراه اللي فاتت وهو جاهز، وانت برضه مقعده بره. انت بتعاند نفسك ولا بتعاندنا ولا بتعاند مين؟ انا مش فاهم. منين انت بتقول ان انا بدور وبدور اللعيبه ومش شرط ان هو يكون وحش، لا انا عشان دوت مش عارف ايه، ومنين تقول لي التغيير هيغير رتم المباراه؟ وانا كنت عايز احافظ على رتم المباراه. رتم ايه اللي انت كنت عايز تحافظ عليه؟ ده اذا كان ده رتم الاهلي يبقى يغور في داهيه الرتم ده. احنا مش عايزين الرتم ده يا عم. هو كل مباراه هنقول الاهلي عمل 100 فرصه وجاب جون؟ اللعيبه كلها بتلعب على الواقف وما تغيرش تغيير الا لما كهربا يطلب وتروح منزلني موديست، وعندك 5 تغييرات ممكن تغيرهم من اول المباراه. امام عاشور، خالد عبد الفتاح، رضا سليم، كريستو، كوكا اللي اجاد ده ظلم. بس انت كده تبقى ظالم. يعني رضا سليم المباراه اللي فاتت تروح مقعده المباراه دي، المباراه اللي فاتت يجيب لك هدف وكان احسن لاعب، تروح المباراه دي مقعده. فانا يعني احنا بنحبك يا كولر، لكن كلامك المره دي مش مقنع. امبارح تخيلوا ان الخطأ الوحيد اللي اخطأه الحكم في ضربة جزاء للاهلي اللي هي كرة كهربا. يعني كرة كهربا دي المفروض ان هو لمسها، ده كابتن سمير عثمان اللي قال لك هو لمسها. بعد كده حصلت حادثة، الحادثة دي من حارس المرمى. حارس المرمى اترمى في الارض وعمل ان هو متصاب، يروح كهربا بقى يعتذر. اعتذاره ده هو اللي خلى الفار ما يراجعش والحكم ما يحسبش، لانك انت ما عندكش وعي. المفروض انك انت تطالب بحقوقك. المثاليه مش في عدم طلب حقك، انت حقك انت لامس الكره وانت اكتر واحد حاسس انك انت لامسها الاول، يبقى المفروض انك انت تقوم تنفعل وتقول له لا راجعها، مش تقول له معلش يا حبيبي وقوم حقك عليا. ده ناس ما بيبقى لهاش حقوق وبتطالب بيها، ناس بتضرب غطس وتقول لك ده ضربه جزاء. واحنا عندنا المثاليه يعني احنا الاوائل احنا فيها قوي، هناخد فيها جايزه موبل بتاع الزيت. ايه يا جدعان في ايه؟ موضوع بقى احمد عبد القادر وحكايه البوست و100,000 جنيه غرامه دي وبتاع. كابتن محمود الخطيب ادى اوامره لخالد بيبو باحتواء احمد عبد القادر. احمد عبد القادر في حاجز بينه وبين الجمهور، هو دايما مبوز ودايما حاطط نقره من نقر الجمهور وبيرد وبتاع، مش مكبر دماغه. هو من النوع العندي شويه، او النوع اللي هو بيقولوا عليه مزاجي، من اللاعبين اللي هم مزاجنجيه، يعني هو اللي في دماغه واللي بيعمله. فكابتن محمود الخطيب ادى اوامره لخالد بيبو باحتواء احمد عبد القادر، وخدوا على قد عقله، ما تساعدوش على ان هو يطفش. يعني ده موهبه عايزه تقوم، قومه، ظبطه، هاته على حجرك وفهمه بالراحه كده وفهمه. خلي عندك خبرات، في لاعب تقدر تشد عليه يجيب نتيجه، وفي لاعب تقدر تطبطب عليه يجيب نتيجه. حسين لبيب
بعد الجواب اللي جه من اداره الاهلي بتهنئه وبتاع والف مبروك والحمد لله ان كنتوا فزتوا، وكان موضوع صعب جدا وبتاع، واحنا ما كناش مصدقين والله، ده كانت انتخابات رهيبه. طبعا مجلس اداره الاهلي بركت لمجلس اداره الزمالك، حسين لبيب رد عليهم بان هو شكر مجلس اداره الاهلي وان هو مقدر هذه المباركه، ودعا كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره الاهلي لزياره نادي الزمالك وان هم يردوا الزياره. ويا ريت، احنا مش عايزين اللي عمل الفتنه دي منه لله، منه لله. قعد فتره خلى العيال بقت تغل من بعضها، بقى احساسهم ان الفريق ده عدو من اعداء البلد، مش عمليه منافسه، لا لا، ده بقى عدو. ليه؟ لان القائد كان انسان غلاوي حاقد، ربنا ينتقم منه، بوظ عقليه الشباب وعمل فتنه رهيبه. ربنا يرجع الامور زي ما كانت زمان، وكان الزملكاوي والاهلاوي يقعدوا يحفلوا على بعض ويهربوا مع بعض وخلاص وانتهى الموضوع، المباراه وخلصت. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.